تبارك وتعالى سبق في علمه وكتب لنا أن نكون من المعتمرين وأن نكون من زوار بيت الله تبارك وتعالى. فالشكر لله وحده، الشكر لله وحده. الله تبارك وتعالى هو الذي أراد، وهو اللي وصلنا، وهو اللي أذن لنا. الخير كله من الله. اعمل لباب واحد تفتح لك كل الأبواب. الحمد لله أننا زرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر رسول الله. كان الإمام مالك يحب أن تقول زرت رسول الله، لأن المقصود هو زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. العلماء يقولون أي من صلى فيها إن شاء الله يكون من أهل الجنة، أو أن تلك البقعة هي بقعة من الجنة. المهم كيفما فهمت فلها علاقة مع الجنة. الحمد لله أننا طفنا ببيت الله، وهذا مسار الأنبياء. أنت الآن على طريق الأنبياء. الحمد لله على الصفا والمروة، الحمد لله على كل شيء. هذا حمد الله تبارك وتعالى. وعلامة القبول الاستمرار على طاعة الله تبارك وتعالى. ولكن أوصاني الشيخ طاهر علجات لما حجيت معاه فيما سبق واحد الوصية عجبتني بزاف، وأنا حاب دائما نقولها ودائما نعاودها. قال لي كي تروح تزور دار إنسان وذاك الإنسان يكرمك، ومن بعد نتايا كي تروح يسقسوك الناس يقول كيف صبت دارو، نتايا تبدا تقول لهم هو الحيط مزنجر، الكرسي اللي قعدني عليه يزيزط، الماكله ما عجبتنيش، شغل تبدا. وهذاك الرجل كريم كرمك. فالشيخ طه علجات قال لنا نهار حجينا معاه، قال لنا اياكم ان تذكروا هذه الاماكن المقدسه بسوء. محسوب واحد كي يروح لبلاده اما حد يسقسوك، كاع الناس حد يسقسوكم كيف كانت العمره. انت اذكر الخير، مهما كان امور اخرى هذيك اذكر الخير. الخير انا عارفين أنا تلاقينا مع ناس اجانب ما عندهمش نفس الاخلاق تاعنا، تلاقينا مع ناس مقلقين. هذا هو الحاجه، جاي ملايين تاع الناس هنا لعل انسان يعني توقع مشاكل. هذيك انساها كاع، انت اهبط لبلادك غير بلبيك اللهم لبيك والنعمه، لان مكه تغطي على كل شيء، المدينه تغطي على كل شيء. اما انسان كاع هذا الخير ينساه ويهبط، انا واش كيف مسرقوا لي بليغه تاعي، هذا راهو بعيد كاع أو بعيد عن الخير الموجود في مكة والمدينة. إذا هذه الوصية، ما دام الإنسان دائما يذكر بيت الله بخير ينسى كاع هذيك الدقائق التي وقعت، هذه كلها راك مأجور إذا صبرت عليها. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظيم في عليائك، اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك واحفظنا بحفظك، نحن المساكين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك واسترنا بسترك واحفظنا بحفظك، واجعلنا يا رب بطاعة الماجد وكل وجه راكع وساجد ممن يقال له خذ كتابك بيمينك. الحمد لله على ما انعمت يا رب العالمين. امرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننتهي، لا تسعنا الا رحمتك، فارحمنا برحمتك وارحم موتى المسلمين. اللهم من كان مريضا فارزقه الشفاء يا رب العالمين. اللهم من كانت له نية يا رب يا فالق الحب والنوى اعطي كل امرئ ما نوى يا رب العالمين. وكل من اوصانا يا رب العالمين اعطيه الخير والبركة، ومن لم يوصنا اعطيه الخير والبركة يا رب على طريقك يا رب العالمين. على هذا الطريق لا تبعدنا حتى نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، آمين، والحمد لله رب العالمين.